أعلمكم الآن شو المناسبة الطيبة هذه. المناسبة هذه عاملينها شيخ خدير، ليالي حساوية، ليالي هجر بالأحساء. ما شاء الله شيخ خدير منتشرين حول المملكة، وقرروا يعملون ليلة خاصة حق الحسا، أهالي الأحساء تستاهلون. أنا براكان هو الرئيس التنفيذي لشاي خدير. يا هلا يا مرحبا، يا هلا وسهلا فيكم يا قلبي. يا هلا وغلا فيك، نورك والله يا بعد قلبي. شفنا سنابك بعد قلبي، شرفني والله. أشكركم لاختياركم الأحساء لإقامة هذه الفعالية الحلوة يا أخي. إقامة بعد قلبي ثقافية وتاريخية جميلة يا أخي، حبيبي والله. فيها موروث ما يحتاج مرتبط الحمد لله. الشاي بلى المنطقة الشرقية بعد ما دخل من العراق مع الإنجليز الشاي، هلا أول ما استوطن هنا في الشرقية، بعد ذلك انتقل بعد الكويت الشرقية، وانتقل باقي مناطق المملكة. فما زالت ذاكرتهم يعني وطرق إعداد وثقافة إعداد الشاي عندهم متأصلة جدا. يعني الشاي من ضمن تاريخنا وموروثنا. نعم معروفين أهل الحسا والشرقية. اليوم عندنا الحقيقة هالنافذة الجميلة، ارتباطنا بتراثنا وبهويتنا الوطنية، نسأل الله يحفظ وطننا إن شاء الله يا رب إن شاء الله. كذلك عندنا معرض شاي في معلومات قيمة، وكذلك تدشين منتجات جديدة. إن شاء الله أنا ما ودي أحرق لك الفقرات، يلا نشوف. لكن طبعا شاي خدير معروف، هذا المنتج اللي فيه ورق الشاي. هم هذا الحفل مسويه بمناسبة تدشين المنتجات الجديدة. وجه ابيض اختي، يشرفنا والله. طبعا ليالي حساوية اكيد الجيمات، ها؟ عساك القوة اختي. الله يسلمك اختي، بخير الله يحييكم. الله ونعم ونعم الله. هذا هو اللي هو خبز رقاق، ها؟ مساك الله بالورد حبيبي. بعد قلبي والله. شزين طبخين. هلا هذه الحامسه حقتي الحشو يعني في اللحوم. اوه وذا بعد غني على التعريف بعد. الله العيش الحساوي. كافو عليك وداوي كافو. ابو حسين ابو حسين، ذي يبي لها موسيقى رومانسيه. لا والله وهباش. اي والله موجود الهباش هنا. حبيبي شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ عاش نشافك. عمري والله عمري مشتاق لك يا خلف بعد قلبي حبيبي والله ابو علي. شلونك؟ طيب ان شاء الله. من قدك ابو علي والله تستاهل، بدون النجمه 10 بعد قلبي. والله العظيم عيوني والله حبيبي والله تستاهل يا الغالي. اجمل من يهنيني، اول من هناني انت والله. ثاني مرة تستاهل والله تستاهل. انت لو تبعين عطناك الثنتين. حبيبي والله حبيبي والله ابو علي والله تستاهل. يلا نهبش. انت رمز وستبغى رمز بعد قلبي والله العظيم. يلا الهباش يلا شاي وهباش. يلا مشينا. ايش طابخين؟ عيش حساوي. قل والله. اي والله قام من جد. اي والله عيش حساوي. اهم شيء في لوبه على كيفك، وحساوي اللي طبخه بعد، ولحم نعيمي. الحيمات الذوب هذه الحالات ترفع اللقمه تشوف الدهن كذي يمشي يسيح. شوفوا البيبسي والمرندة والتيم والاحمر. وشوفوا هنا العسكرية فيها طقة باب، في عسكرية احمر، في عسكرية احمر فيه. يا سلام، شوف الشاهي لون دم الغزال يا عيوني، دم غزال. يا سم حسوني سم يا قلبي مدلعني بعد. اجل مدلعك يا بعد قلبي. ما اخذت شاهي يبا. انا الجيمات الحسويه اشوفها مهمه بالبيت الحساوي. نعم. الجيمات نعم، ما في مناسبة في بيت الإحسان لو تكون فيها متوفرة الجيمات، من أولوياتها تكون في رمضان. وش مواصفات الجيمات اللي فعلا نقول عليها الجيمات حسويه 100%؟ مقرمشة من برا ونجنانة من داخل، ما تكون معجنة. والحمد هذا كله بفضل طحين الطيور، عاجبينها منه. شوري هلا اشوفك تدحوس من ورا. ترى يوم توثق سنابك من اول بعد قلبي نص ساعه 40 دقيقه انا اللي دخلتك. بعد قلبي حبيبي والله. قلت ابو حسين اول واحد انت نصاب. هو يحكم بيننا. مثل اول بارك لي اياها انت ولا هو؟
تحكم وانت اللي تدري. الله يبارك فيكم اثنينكم والله ما قصرتوا والله. ومن زمان يا بعد عمري والله تسلم. ان شاء الله والله. منها للاعلى. بعد قلبي. طبعا توه ما تنور النجم يا ابو علي. نورك بعد قلبي على الشوري. بمناسبة التوثيق تدري ايش يقول؟ شو تقول؟ يقول لك انت ما يحتاج نجم، تدري ليه؟ وهو نجمه. لأن النجم الساطع الكل يراه، ما يحتاج عيوني. تلوح بيدك، حبيبي. وانت نجم يا ابو علي. حبيبي والله على الشوري حبيبي. تسلم. هذا الجذب يا بعد قلبي جربه. الجمار. سمي ابو راكان. هذه كذا؟ ايه؟ هذه؟ خذ لك اي واحده. هذه؟ عطنا رايك. كأنه الجزر لكن ملين. حلو. طيب لا تقولون في الشتاء احلى بعد. شوف يا ابو حسين تدري ايش ذا؟ هذا يقول حق شتنا. بعدين طباخ المفروض تعرف. هذا تفهمها وهي طايره. هذا حق الكشنه. شو اسمه؟ الكشنه الحشو. ايه زين. هو جاب لك كشنه الله يهديه. لا كشنه. هذا بصل، هذا زبيب. هذا ليش؟ زبيب. ايه لا زبيب مسمار، هيل، درسين، فازو. هذا الهيل. تعال وخر عن شو اسمه الكشنه، وخر عنه بس. تعال خليني اوريك ذي. شوف تعال هذا بوريك ذي. هذا ايهم. هذا عيش الحساوي. اي والله هذا الطبخه. شم الريحه. السلام عليكم. طبعا شفت طيوب هو احد ابداعات ابناء هالوطن المبدعين كلهم ما شاء الله تبارك الله. والشيف ابو مشاري يقول كيف اقدم خليط طحين جاهز لكل بيت يعتبر امن غذائي فقط تضيف الماء. فسوى هذه الخلطه ونفذناها الحقيقه في اوكرانيا، وهي عباره عن طحين اوكراني عالي البروتين والجيلاتين، وايضا مضاف معاه الحليب البولندي، ومضاف معاه سكر البنجر المشهوره في اوكرانيا، ومعاه مضاريف الخميره ما تشوفون بولنديه، وكذلك زيت دوار الشمس. فيضاف فقط الماء وينتج ما شاء الله تبارك الله كل اصناف المعجنات والفطائر والمناقيش. هو الحقيقه يخليك عندك ستاندر بحيث انه ممكن الخادمه، الزوجه، الابن، البنت، انت اي واحد بالبر بالطلعات يعني يحصل على نفس الفعاليه. اليوم مبدا الشفافيه بنصارح عملائنا الحقيقه على احد اسرارنا الجميله. انت شفتوا هاللوكيشن وشفتوا ورق الموز، والسر ورق الموز مع شاي خدير. باختصار كل شاي تعليقه او يسمى تي باج هو يتكون من الشاي وجودته ونفس الوقت الفلتر المصنوع منه الشاي. احنا في خدير رحنا على طول مباشره نبحث عن الجوده، رحنا الى هذا الشعار. احفظوه جيدا وابحثوا بالانترنت حتى تعرفون وين احنا شغالين. شركه جلات فلتر في المانيا، تروح للفلبين تجيب ورق الموز الفايبر يسمى الاباكا. هالاباكا ذا تسوي منه ورق ان بليتش. ايش معنى ان بليتش؟ غير مبيض. فبالتالي احد اسرار شاي خدير كل ما طول في الكاس او في الترمس لا يعطي طعم ولا رائحه ولا يتغير. فهذه المواصفه الاولى. المواصفه الثانيه عندهم نوعين ينتجونه من الفلتر. عندهم نوعين من الفلاتر اللي ينتجونها في شركه جلات فلتر. اول حاجه النن هيت سيل اللي يسمونه غير كبس حراري اللي نستخدمه احنا، وايضا عندهم الهيت سيل هو الكبس الحراري. احنا لا نعمل في هذا مع انه مخلوط في النايل وامن وصحي. طبعا النن هيت سيل عندهم 6 مواصفات شوفوها في المربع الاول. من الناس يسال ما سر هالجوده؟ ليش ثبات الطعم؟ ليش ما يبين ريحه ورق؟ لانه نان بليتش يسمونه الغير مبيض، وورق اباكا. في الرحله منين؟ من الفلبين الى المانيا الى سريلانكا الى السعوديه. رحله طويله شاقه لكن يستحقها من هذا العميل. شوري في عيد ميلادك